ازيكم، اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. تعالوا بينا نعمل الكنافة بطريقة فعلا حكاية حلوة جدا، هتدمنوها بجد. لانها يعني بصوا مقرمشة جدا من بره، طعمها كده يجنن. في دقايق بالظبط هتحضريها. لو انتي حتى مبتدئة لسه ما بتعمليش اي حلويات قبل كده، بجد الوصفة دي هتكون ناجحة معاكي جدا. انا اسمي مروة، يا ريت تتابعيني تشتركي في القناة، ولو عجبك الفيديو لايك وشير. تعالوا بينا نشوف نعمل العظمة دي ازاي. كنافة من الحاجات اللي تحفة بجد، خصوصا لما تكون مقرمشة بالشكل ده. اول حاجة هنحضرها هي الشربات. هحتاج كوبايتين من السكر، وكمان كوباية ونص من المية، وعصير نص ليمونة. هنسيبهم على النار 10 دقايق ونطفي عليه، تمام، ونسيبه يبرد تماما. كنافة بقى انا حطيتها في الفريزر شوية عشان اعرف افتفتها بالشكل ده، علشان محتاجش خالص ان انا اعملها في الكبة، بتتفتفت معايا بكل سهولة. هضيف عليها كمان 3 معالق كبار من السكر البودر، ودي مهمة جدا على فكرة. اولا هتديها طعم حلو قوي قوي، هتخليها متماسكة مش مفرولة خالص معاكو، هتدي كده طعم كرملة كده حلو قوي فيها. وهضيف كمان نص كوباية لكوباية الا ربع من السمنة البلدي. طبعا يفضل السمنة البلدي، لكن لو مش متوفرة تقدري تستخدمي اي نوع سمن، بس الحقيقة بتدي نكهة حلوة قوي. هبتدي ان انا افركها بالشكل ده بايدي. عايزه اغلف كل الكنافه بالسمن، تمام كده. تعالوا نعمل بقى بينا الحشوه، سهله وبسيطه جدا. كوبايتين من الحليب، واحده كمان 3 معالق كبار مليانين من النشا، ولو متوفر عندك قشطه حطي معلقتين. هضربهم كويس جدا على البارد، وبعد كده على النار لحد ما القوام يكون كريمي، مش عايزينه يتقل قوي، عايزين يكونوا بالقوام ده زي ما انتم شايفين كده. هنستخدم بقى قوالب الكب كيك بتاعتنا، الصينيه سوري بتاعه الكب كيك، هندهنها كويس جدا بالزيت، ونبدا بقى ان احنا نحط الكنافه بتاعتنا. تحطوا طبعا الكميه المناسبه، نص الكميه كده بتاعه الكب، وبعد كده تبداوا بقى ان انتوا تظبطوها كويس. حابين بقى تضغطوا عليها بايديكوا او باي حاجه، انا هعمل بالايد الهون دي، لقيتها عندي فحسيت انها يعني هتخليني اتملك اكتر، تمام. هبتدي بقى بالمعلقه احط نص معلقه في كل واحده بالشكل ده. شايفين ما بتاخدش وقت خالص على فكره، سهله وبسيطه جدا. هنحط بقى الكنافة على الوش بالشكل ده، ونبتدي ان احنا نظبطها، نضغط بسيط قوي، ما تبالغوش قوي في الضغط زي تحت، تمام. ده بيكون شكلها في الفرن بقى درجة حرارة 180 في الرف الاوسط، بتاخد تقريبا تلت ساعة. هتشموا بقى احلى ريحة. الشربات طبعا بارد والكنافة سخنة. هنبدأ بقى ان احنا نسقيها بالشكل ده. مفيش اطعم من كده بجد. انا كنت عامله بقى زمان معاكم في القناه الفستق الكداب، عباره عن فول سوداني بنضربه في الكبه، مع شويه من ريحه الفستق بتجيبيها من عند العطار، وكمان لون اخضر، تمام، لون طعم صحي. بتضربيهم، حلوة قوي في التزيين، الحلويات بيكون لطيف جدا على فكره. مش قادره اقول لكم بقى بجد، طعمها وريحتها وشكلها فعلا خطيره، مقرمشه من بره، مقرمشه من كل الاتجاهات يعني. دايما لما بعمل صينيه يعني بسبوسه او كنافه، بحاول ادور على الحته كده اللي تكون فيها قرمشه. ميزه الوصفه دي انها مقرمشه بقى من كل النواحي، بصراحه خطيره، جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا. حلوه قوي الحشوه بقى، تقدري تعملي فيها اللي انت عايزاه، يعني مش لازم خالص القشطه دي على فكره، تقدري تعمليها نوتيلا او تحشيها فواكه او كاستر اللي انت بتفضليه. انا بديكي بس الفكرة، وانتي بقى ابدأي براحتك. شايفين الطعامة بجد ملهاش حل، رمضان ما يحلاش من غيرها بجد، لازم تجربوها كل سنة وانتم طيبين. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنسيش لايك وشير، ولو كمان اول مرة تتابعيني ما تنسيش تشتركي في القناة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.